السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم ارزقنا هذا اليوم خير ما بعده. يلا نشوف مع بعض النهاردة هنعمل ايه سوا. انا كنت جايبة جبنة قريش. طبعا الجبنة القريش اكيد هي احسن من الجبن التانية، لو اننا بنجيبها برضو هي احسن في السندوتشات. بس انا كنت شفت فيديو بيعملوا الجبنة القريش جبنة كريمي، فانا هحاول مرة ان انا اجربها يعني، ولو لقيتها حلوة ان شاء الله هبقى اوريها لكم. هنا بقى انا جبت قطعة كده وهرستها بالشوكة، عشان لازم اقطع عليها طماطم عشان العيال يرضوا ياكلوها، لان هم ما بيرضوش ياكلوها. بس لما اقطع عليها بقى طماطم وفلفل مثلا، احط عليها شوية زيت بتديها طعم يعني وتبقى حلوة ويرضوا ياكلوها. فانا هنا بقى ايه، قطعت الطماطم وجبت فلفل اللي هو كوبي ده. طبعا انا مش هقدر احط فلفل حراق وكده عشان احباب الله مش هيعرفوا ياكلوا الحراق. بقى تحط بقى عليها معلقتين زيت بيبقى طعمها حلو قوي. هنا بقى انا كنت جبت عجينه وعملت فلافل. قليت الفلافل وعملت بيض، وانا اللي بشرب الشاي بلبن فعملت لي كوبايه شاي بلبن. والحمد لله فطرنا. هنيجي بقى نشوف بقى ايه هنعمل غدا ايه. فالنهارده هنعمل حواوشي. هنا انا جبت باكيت خميره وثلاث معالق سكر ونص معلقه ملح، وهحط 3 كوبايات ميه. هنا بقى اللي هي الكوبايه المعياريه، طبعا زودي قللي براحتك يعني على حسب الكميه. بس عايزه اقول لكم ان طريقه العجين لما تحطي السوائل الاول وبعدين تحطي الدقيق ما بتتعبيش في العجن، يعني العجينه بتعمل معاكي بسرعه. هنا بقى انا حطيت الميه. هبتدي بقى طبعا احط الدقيق واحده واحده كده، نحط واحدة واحدة ونعجن، لان طبعا كل دقيق غير التاني. في دقيق بياخد سوائل اكتر، في اقل. فخلاص احنا اتعودنا على كده. حتى لو احنا حطينا الدقيق الاول وبعدين بنحط المية برضو بنزودها، بنفضل بقى نعجن فيها لغاية قرب في الاخر بقى كده ما خلاص العجينة يعني هنخلص عجن. يعني بنحط معلقة سمنة او معلقة زبدة. انا عايزة اقول لكم بتدي طعم حلو قوي للعجينة الحركة دي. هغطيها بقى واركنها على جنب لغاية ما احضر الحشوة. هنعمل النهاردة الحواوشي بربع كيلو لحمة بس. هنا انا حطيت على ربع كيلو بصلتين وبطاطساية وطماطماية وفرمتهم. ما تخافيش البطاطس مش هتبان خالص. بصي ممكن تحطي جزر، بس انا ما جربتش الجزر. انا قبل كده جربت كنت شفتها يعني في فيديو. ممكن تحطي خضار على اللحمة، خصوصا لو اولادك مش بياكلوا خضار او كده، والله مش بتبان خالص وكان طعمه جميل جدا. هنا بقى انا حطيت البصل وفرمته بالمفرمة بتاعت الكيوت المفرمة بتاعت الكيوت على الاخر دي. حطيت بقى البصلة الاول وبعدين البطاطس. انا عايزة بس اوريكم ان البطاطس اتفرمت وما بانتش خالص، ولا بان في بطاطس ولا اي حاجة. بس طبعا مش بنحط كمية كبيرة زي مثلا نشوف بقى فيديوهات. انا عملت من ربع كيلو لحمة 2 كيلو يعني بقدرة قادر. لا يا جماعة بصراحة يعني مش للدرجات دي. يعني خير الامور الوسط. اللي هو مثلا ممكن ازودها شوية، لكن بقى اللي هخليها من ربع كيلو ل2 كيلو، لا ده كلام اي كلام يعني. اكيد ده الوصفة هتبوظ. بصوا بقى انا هوريكم البطاطس اتفرمت اهي. معلش لو الصوت فيه حاجة عشان انا لسه ما فطرتش انا بسجل الفيديو ده وانا لسه ما فطرتش ولا شربت شاي بلبن هنا حطيت بقى خلاص بقى خلصت فرم البصل والبطاطس. هقطع بقى طماطمية صغنونة خالص كده، بتدي طعم حلو قوي. لو مش عايزة تحطي طماطم عادي يعني as you like. وحطيت حزمة بقدونس، حزمة واحدة بس، يعني عودين. جاي اساسا الحزمة عودين يعني. وبعدين بقى احط اللحمة بتاعتنا. انا بقى قلبت المكونات وحطيت بصلاية كبيرة شوية.
هنا بقى اللحمه بمسكها، كانت لسه يعني ايه ما فكتش قوي. انا بصوا لما باجي افك اللحوم يا بحطها في الرف بتاع التلاجة. خلي بالكوا بقى من الموضوع ده كويس قوي. يا تحط اللحوم في التلاجة على الرف مثلا من قبلها بساعتين 3 4 او من بالليل، او تحطها في الميكرويف دقيقتين او 3 على حسب قوة الميكرويف يعني. يعني ما تحطوش اللحوم والفراخ على الرخامة ابدا. انا ما كنتش عارفه المعلومة دي، خلي بالكوا عشان بتعمل بكتيريا وكده. يعني تفك التجميد في التلاجة او في الميكرويف. هنا بقى انا حطيت بهارات، حطيت ملح وفلفل اسود، بهارات جنزبيل قرفة. وهنا كانت مرقة دجاج، لو قلنا انا مش بستعمل مرقة بس الراجل كان مديهالي باقي. عارفين انتوا لما مثلا ما فيش باقي تاخدي يا اختي بتاع دي اللي هي اسمها ايه، مرقة، قلت له ماشي هات. ساعات بقى ايه انا بجيب بالفانيليا بيكنج باودر احسن يعني. بس يوميها ما كانش فيه فانيليا. هنا بقى بصي العجينة مش لازم تسيبيها تخمر قوي، لان اصلا انت هتقطعيها وبعدين هنيجي بقى ايه نبططها وبعدين هنسيبها تاني على ما نرص في الصواني، فهي كده كده هتخمر. وبعدين الجو لسه ما بقاش برد قوي، فاشتغلي على طول يعني ايه سهلي على نفسك الموضوع. انا بصوا بقيت اشتغل ورا بعضه بس ايه، يعني مثلا انا عجنت العجينة وسبتها شوية على ما مثلا ما حضرت الحشوة. مثلا عملتها كور صغيرة كده، هنيجي مثلا عند اول كرة انا عملتها اشتغل فيها. الجو يعني كويس فالعجين بيخمر معانا بسرعة. بقى انا هوريكم اول رغيف انا عملته. لان انا كملت الباقي، انا فرشت بقى في الارض وقعدت صراحة يعني مش هفضل واقفة كل ده. فانا عملت اول رغيف. انا بعمله زي السندوتش كده. لو انت عايزه تعمليه مدور عادي بتعملي رغيفين يعني وبتحطهم على بعض وتطبقيه يعني من الجوانب. هنا بقى انا حطيته كده من على حطيت يعني اللحمه وبقفله كده من الجناب، وممكن بالشوكه بنتك عليه يعني عشان ما يفتحش منك في الفرن. وخلاص انا خلصت الكميه كلها، وبنحطه طبعا في الفرن على درجه حراره 180 200. في الرف اللي في مش اللي في النص، اللي هو تحتيه بشويه. وبنولع الشوايه والفرن لغايه ما يحمر. وفي رغيفين بقى انا حطيتهم في الطاسه مع العجينه اللي كانت فاضله، كان فاضل كام رغيف كده. فانا عملتهم في الطاسه، وانا هفتح لكم بقى رغيف عشان اوريهولكم. والله كان طعمه جميل جدا، وان شاء الله كده تعملوه ويعجبكم. وهنا كان خلاص خلص الفيديو. دمتم في امان الله.